بعد 12 ساعة من المشادات والخناقات ما بين أسرة حلمي بكر وأرملته من الشرقية ولحد مدخل محافظة القاهرة، تم وضع جثمان حلمي بكر في تلاجة المستشفى بعد ما لجأوا لاسم الشرطة. أهلا بيكم متابعين الكرام في حلقة جديدة. توفى الموسيقار حلمي بكر امبارح في تمام الساعة 6 مساء في أحد المستشفيات بمركز كفر الصقر بمحافظة الشرقية، وطبعا انتهت تصاريح الدفن وشهادة الوفاة. لكن قبل ما الجثمان يتحرك من المستشفى حصل خلافات ما بين أسرة الموسيقار حلمي بكر وما بين زوجته، وأثناء نقل الجثمان حصلت خلافات كبيرة جدا ما بين أسرة الموسيقار حلمي بكر وما بين أسرة زوجته، وكانت الخلافات دي على مكان نقل الجثمان قبل دفنه. فكانت زوجة حلمي بكر سماح القرشي وعيلتها عايزين ياخدوا جثمان حلمي بكر لمنزله في المهندسين، وطبعا أسرة الموسيقار حلمي بكر وتحديدا أخوه فتحي بكر كان عايز ياخده علشان ينقله لجسر السويس ويتم دفنه في مقابر العائلة، يا إما يتم وضعه في تلاجة أحد المستشفيات. وطبعا أثناء رحلة نقل جثمان حلمي بكر من الشرقية للقاهرة اتعطلت السيارات المصطحبة لسيارات الإسعاف واللي كانت بتحمل جثمان حلمي بكر، وحصل خلافات ما بينهم والأمر تصاعد لحد ما استقر بيهم الأمر بعد كده إن هما يروحوا لأقرب نقطة أمنية بمحافظة القاهرة. وبعد ساعة ونص من وقوف السيارات وخصوصا سيارات الإسعاف تحركت السيارات لقسم شرطة السلام، واسم الشرطة أخد الجثمان وبدأ ينقلوه لأقرب مستشفى علشان يتم وضعه في تلاجة. وطبعا اللي أعلنت خبر وفاة الفنان أو الموسيقار حلمي بكر الفنانة نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية عن وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع طويل مع المرض، وده طبعا بعد ما تم نقله بساعات قليلة جدا لمستشفى كفر صقر بمحافظة الشرقية.